ناس كتير قوي بتسالنا يعني ايه عدم تحمل هضم اللبن، وفي فرق ما بينه وبين حساسيه اللبن. عدم تحمل هضم اللبن اسمه لاكتوز انتوليرانس. ناس كتير قوي عندها الموضوع ده ومش عارفه. طب المريض بيجي بيشتكي بايه؟ غازات، انتفاخات، ياكل وجع في بطنه، مش شرط بعد اللبن، ممكن يبقى بعد يوم او يومين. طب يعني ايه لاكتوز انتوليرانس او عدم تحمل هضم اللبن؟ اللبن فيه ماده اسمها لاكتوز. اللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن. ربنا خالق في جسمنا ماده اسمها لاكتيز بتكسر سكر اللبن. في بعض الناس الماده دي مش موجوده، فبالتالي لما المريض بياخد اللاكتوز ما بيهضموش، فلما ما بيتهضمش يبتدي يتخمر في البطن، يعمل غازات، يعمل انتفاخات. المريض يجي يقول لك انا بطني عاليه، انا بطني وجعاني، انا بتكرع كتير، او انا عندي غازات كتير من تحت. طب المرض ده ببساطه علاجه ايه؟ يعني بعد عن اللاكتوز. ايه اللاكتوز معمول في ايه؟ في اللبن ومنتجاته، اللبن، الجبن، الزبادي. طيب اشمعنى بيطلع في الكبار مش في الاطفال؟ لان بيبقى المفروض ان عندك نسبه من اللاكتوز دي موجوده في جسمك، بس بتفقدها مع الزمن، فتبتدي تحس بالاعراض لما تكبر. عشان كده هو مرض بتاع الكبار على عكس حساسيه اللبن اللي هو مرض الاطفال. ففي فرق ما بين المرضين، عدم تحمل هضم اللبن واللاكتوز انتوليرانس. طيب انا مش خلاص انا عاوز اشرب لبن، او بحب مثلا الشاي او القهوه بتوعي بلبن، هستخدم لبن نباتي زي لبن اللوز، لبن الجوز، لبن فول الصويا. طب في لبن في السوق اسمه خالي من اللاكتوز، ممكن استخدمه، بس ممكن بعد 3 شهور يحصل ريجنريشن للفيلاي اللي موجوده في الامعاء بحيث ان الدنيا تبقى افضل. طيب بالنسبه للجبن ممكن اخد الجبن النباتي، بس نباتي تماما، اللي هي الجبن الصيامي اللي ممكن المسيحيين بياخدوها في الصيام بتاعهم. طيب انا ما حبيتهاش او طعمها بالنسبه لي مش كويسه. في دراسات بتقول ان الجبن الجامده او الناشفه زي الجبن الحمراء او الجبنه اللي في الشيدر فيها لاكتوز بنسبه قليله، فلو خدتها هبعت اجيب لاكتيز انزيم. اللاكتيز انزيم للاسف مش متوفر في مصر، لو جبته هجيبه من دول اوروبا او دول امريكا، والاكثر امريكا، وبستخدم 2 كبسوله مع منتجات الالبان. طيب الزبادي اقل بالنسبه لللاكتوز من اللبن، يعني ممكن يبقى اللاكتوز فيه اقل، وخصوصا الزبادي اللي هو بيقولوا عليه الزبادي اليوناني، لكن برضه بيعمل نفس التاثير. فلو هاخد زبادي يبقى لازم برضه اخد معاه لاكتوز. ناخد بالنا ان في حاجات كتير داخله فيها منتجات لاكتوز، ساعات بيبقى الجيلاتي داخل فيه، ساعات بعض الحاجات اللي بنستخدمها. فمهم جدا لما اجي اشوف اي دواء انا باخده او اكل باخده اتاكد ان ما فيهوش لاكتوز. دمتم بصحه وتابعونا في التعليق.